السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنبدأ نعمل لكلوك. الشتاء بدأ يدخل فهنبدأ ان احنا نعمل لكلوك. اللكلوك اللي احنا نعمله دوت مقاس 39-40، يعني ممكن من مقاس 38 لحد 40 يعتمد المقاس دوت. اهي انا هسيب شوية خيط هنا اهوت في الاول علشان خاطر امكن بيهم الخيط في الاخر، الشغل في الاخر اهو كده، وادخل هنا تحت الخيط واسحب الخيط ده اهو تمام كده، وضيقي بقى كده براحتك اهو، وهتبداي ترتفعي بسلسلتين كده. هعمل جوه الدايره دي 12 عمود بلفه تمام اهو. خلي بالك تاخدي الفتلتين معاكي في كل غرزه. ادي اول واحده، ادي التانية، ادي التالتة، الرابعه. هخلص ال12 وارجع اوريكم الدايره بعد ما اعمل فيها ال12. كده انا عملت ال12 عمود بلفه اهمت تمام. وهدي هنا اهوت ادي الخيط، ادي بدايه الخيط اهو. هشده كده عشان انتي لما هتشديه الفتحه دي هتتقفل، فانتي تشديه كده، تمسكي الشغل كده وتشديه كده. بصوا الفتحه اتقفلت ازاي، وفي الاخر هبقى اقفل بيه الفتحه دي خالص. هوريكم ازاي، بس الاول نعمل كده وهنقفل الدايره في اول عمود عندنا احنا عملناه. ملناش دعوه بالاتنين السلسله اللي احنا عملناهم دول. احنا هندخل هنا ما تسيبيش غرزه، ما تسيبيش فتله، عشان شغاله بفتلتين. لو انت هتشتغلي زيي خلي بالك ان انت بتشتغلي بسلسلتين زي ما انت ماشيه، يبقى في قدامك فتلتين انت بتاخديهم في كل غرزه. اتاكدي بصي ان على الفتله، ان اللي على الابره، على الابره عندك هنا في فتلتين اهمت تمام. هنرتفع 3 سلاسل اهو، وهنبدا نشتغل جوه كل غرزه غرزتين. هنبدا في التزايد هنا اهو، تدخلي كده وتعملي هنا 2 عمود بلفه، ادي واحد والتاني اهو ماشي. وعايزه اقول لكم كمان ان انا استخدمت ابره رقم 4 مليمتر لو انت هتستخدمي فتلتين مع بعض، لكن لو فتله واحده ممكن تستخدمي 3-3.5 تمام، عشان مش عايزين برضو تبقى الغرز واسعه قوي مننا. بعد كده هكمل تحت كل حرف فيه كده غرزتين عمود بلفه كده. ادي واحده وادي التانية اهي، وادي التانية. الغرزة اللي بعدها برضو هعمل جواها 2 كده اهوت. هخلص كل الغرزة يا بنات، واما اجي في الاخر هوريها لكم. كده خلصت الدور التاني وقفلته وطلعت ب3 سلاسل، وابدا امشي بقى بالتزايد عادي. انا كده عملت اول دور 12 سلسلة، 12 عمود بلفة سوري. تاني دور عملت فوق كل حرف فيه عملت غرزتين التزايد، وبعد كده هنعمل 1-2 ماشي. التزايد بتاعنا هيبقى 1-2، فعملنا كده 1، يبقى كده التانية اهي 2 اهمت، وبعد كده 1، وبعد كده اللي بعدها هعمل فيها 2. ادي واحدة وادي التانية في نفس المكان اهو. خلاص هخلص التزايد دوت، وهشوف المقاس دوت هيبقى حلو على الرجل ولا هيبقى كبير، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. خلص الدور ده وارجع لكم تاني. كده الدور ده برضو خلص خلاص اهو. هقفل الدور دوت وهعمل كده واشوف واقيس المقاس ده عند الصوابع. لو لقيته مغطي كل صوابع الرجل يبقى مش هعمل تزايد وهفضل شغاله عادي. لو لقيته في صباع او صباعين كده من الرجل باينين هشتغل دور كمان على حسب مقاس اللي انت هتعمليه، لو لحد صغير او لحد كبير. فانت هتشتغلي وتروحي حاطاه على الرجل، لكن دي كده الرجل اهي
هتحطيه كده، هتحطيه كده على الرجل. لو لقيتي لسه في صوابع هنا باينه كده يبقى هنشتغل دور كمان في تزايد. لو لقيتي الصوابع كلها متغطيه كده وداخله كده كله متغطي يبقى كده خلاص، واكمل شغل من غير تزايد. انا كده بالنسبه لي استكفيت بالثلاث سطور وما كملتش تزايد. عملت هما التلات التزايد اللي انا عملتهم اللي هما 12 غرزة. استنى هشرح لكم في الجزئية دي. انا هنا اهو عملت 12 عمود بلفة، وبعد كده عملت 24 غرزة عمود بلفة، وبعد كده عملت التزايد اللي هي غرزة وغرزتين غرزة وغرزتين. فانا بالنسبة لي المقاس ده حلو جدا. المقاس ده كده هو بالنسبة لي حلو جدا. وعلى فكرة ده مقاس يعني رجلي 39 سنتي ماشي. فانتي المقاس ده بالنسبة لأي حد هيعمل زي كده، لو مقاسه 38 أو 39 أو 40 المقاس دوت هيناسبه ماشي. كملت بعد كده من غير تزايد وعملت 11 دور. أنا بالنسبة لي كده كان وش رجلي كله اتغطى. ممكن انتي تحتاجي لو انتي وش رجلك أطول تحتاجي دور أو دورين، لو انتي وش رجلك أقل تنقصي من كده، فاهميني؟ يعني ممكن يبقى أقل كده وممكن يبقى اكتر على حسب طول رجليكي. فانا بالنسبه لي كان المقاس ده كده كان كويس جدا. يعني لو هنفرض ان ده كده الرجل، انا بالنسبه لي كانت ايه المقاس كده واصل كده لغايه ما هنا بقى اخر الرجل لغايه الارتفاع بتاع الرجل. فانا كده كملت من غير تزايد تمام وعملت 11 دور. بعد كده هنبدا نعمل الجزء الفوقاني بس ان شاء الله في فيديو تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم وما يبقاش طويل. وهعمل لكم الجزء التاني بتاع اللكلوك وهوريكم اللكلوك الجزء التاني هيتعمل ازاي. ان شاء الله هيبقى بسيط والكل هيعرف يعمله. الطريقه دي سهله جدا. في طرق تانية كتير للكاليك بيبقى فيها تعقيدات، لكن الطريقه دي سهله. انا اول ما بدات اعمل لكلوك بدات اتعلم بالطريقه دي. فاللي عايز يعمل لكلوك ومش عايز يبقى صعب عليه يعمله بالطريقه دي. وتقدري تتحكمي في وش الرجل لو عريض او رفيع من التزايد اللي احنا هنعمله فوق هنا تمام دوت. يعني تقدري ان انت تكتري تزودي زياده واحد او تنقصي كمان دوت. هيرجع لوش الرجل عريض او رفيع والطول بتاع وش الرجل اذا كان وش الرجل طويل ولا قصير تمام. ان شاء الله تكون طريقه سهله جدا وباذن الله انزل لكم الجزء التاني قريب ورا ده على طول باذن الله ونعمل احسن شغل مع بعض. ومع الف سلامه وقابلكم في فيديو جديد.